بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كابتن بشير التبعي كابتن بشير التبعي بيقول امبارح مع ابو هيب، بيقول له ايه؟ بيقول له يا اخي ليه الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه؟ يعني حاجه غريبه جدا. انتوا لو بتصلوا والله العظيم الاهلي ده لو بيصلي حظه مش هيبقى كده يا كابتن. ده ما اسموش حظ ده ما اسموش حظ، ده اسمه ايه؟ نوايا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حاجات تانية خالص غير الحظ. يعني فكره النوايا برضو، لانه بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا اول فريق يشارك في كاس العالم للانديه 2002 ساعه كانوا نياويندي، والمفروض ان احنا كنا نشارك في البطوله، والبطوله اتلغت كانت في اسبانيا. ما دي نوايا يا كابتن، دي نوايا. فربنا برضو لما بيريد حاجه خلاص محدش يقدر يقول اي حاجه. الحلو في الموضوع يا جماعه، صحيح عشان ما ننساش النقطه ديت. قال لك ايه؟ قالك بيبرر، يعني بيقول لك انت عارف تفسير الموضوع ده ان هم عشان خاطر موضوع الوداد، والماتش كان مباراه واحده في المغرب وكانوا جم على النادي الاهلي وظلموه، فهم بيرضوه. يعني اعتراف بالظلم اللي الاهلي اتعرض ليه، اللي هم دايما بيقول لك لا مفيش ظلم ولا حاجه يا جماعه، ده حاجه عاديه جدا، واللي حصل ده بيحصل مع اي حد عادي. لكن دلوقتي عشان خاطر الدنيا لفت، شوفوا لفت ازاي. والاهلي ان شاء الله باذنك يا رب هيلعب في كاس العالم للانديه، فعايزين يجيبوا لك بطريقه تانية، فيحاول يغلط باي غلطه تانية، يعني ايه، تغير الكلام القديم اللي هو قاله قبل كده. ربك بيبص لما بيريد والله يا جدعان. سيبوها على الله، والله العظيم بجد حرفيا سيب كل حاجه على الله، هتبص هتلاقي تدابيره دي مفيش احسن منها ابدا ابدا. والله العظيم الوقت اعترف بيقول لك ايه؟ اصل الاهلي كان اتظلم فهم بيرضوه. لا يا كابتن، هم مش بيرضوه والله، ويمكن يكون الموضوع غصب عنهم، ويمكن الموضوع اصلا مش بمزاج حد من اللي هنا، لكن هي حاجه اسمها لوائح. تسمع عنها يا كابتن؟ في لوائح، والله في حاجه اسمها لوائح. انت عشان ما تطبقش هنا في مصر اللوائح دي، او بتتفصل او بتتغير، او جوابات بتختفي او جوابات بتظهر في وقت معين، مفكر ان مفيش حاجه اسمها لوائح. لا والله يا كابتن، اللوائح موجوده، والله العظيم موجوده يا كابتن. فاللائحه بتقول ايه يا كابتن؟ ان كاس العالم للانديه، تمام، البلد المنظم بيلعب منها واحد بس، ما ينفعش اتنين. يعني ما ينفعش لائحه هنعمل لها ايه؟ لائحه يا كابتن. فاللائحه بتقول ان طالما الوداد هيشترك في البطوله ما ينفعش حد تاني من المغرب، فنجيب مين؟ فهو قام قايل لك ايه؟ كابتن بشير برضه قال لك ليه الزمالك ما يلعبش؟ طرقت المفهوميه، بيقول لك ليه الزمالك ما يلعبش؟ طب ليه مثلا الترجي ما يلعبش؟ طب ليه النجم الساحلي ما يلعبش؟ طب ليه القطن الكاميروني ما يلعبش؟ طب ليه صن داونز ما يلعبش؟ اشمعنى الزمالك اللي انت قلته؟ بيقول لك هو ما قالش، خد بالك من النقطه دي بس عشان ايه يبقى الكلام واضح. هو ما قالش، بس هي ده المقصود منه، يعني ان هو بطل الدوري سنتين ورا بعض. طب يا كابتن ايه علاقه الدوري ببطوله افريقيا؟ دي بطوله قاريه، انت حضرتك ما خدتهاش من سنه 2002، فلما حضرتك تنافس عليها وتوصل للنهائي زي بتاع القاضيه كده، انت كنت وصلت للنهائي واجتهدت، بس احنا ما نظمناش البطوله في مصر، فطبعا الاهلي هو اللي شارك عشان هو اللي كان البطل، تمام. فقصه ان ليه الزمالك ديت، ده سؤال اصلا عبثي، المفروض اللي هو ما يخطرش على عقل اي حد طبيعي في الدنيا. لكن انا كاحمد زكريا صدقني والله انا بتقبل منكم اي حاجه وبتوقع منكم اي حاجه. اي حاجه تقولها انا بص خلاص، انا بالنسبه لي في سعه صدر كده كبيره جدا ان انا اتوقع الحاجه دي تتقال. اي حاجه مهما كانت كبيره وصغيره. زي مثلا في موقف بسيط عايز اقول لكم قبل ما انهي الفيديو سريعا. يعني كنت قاعد امبارح مع حد حبيبي اهلاوي، فقبل ما الموضوع يبقى رسمي يعني، فقلت له دلوقتي ايه، ان شاء الله كاس العالم للانديه هيتلعب في المغرب، فباذن الله يعني الاهلي هيلعب ايه؟ هيلعب في كاس العالم للانديه. فكلم واحد تاني حبيبي زملكاوي وقال له ايه؟ الاهلي في كاس العالم للانديه. رد عليه وقال له ما انتوا بيب اي حد يقول لكم حاجه بتصدقوها. مين اللي قال لك الكلام ده؟ احمد زكريا صح؟ قام قال له احمد زكريا. قال له ما هو بيب زيك، انتوا بيب تلعبوا في كاس العالم للانديه ازاي وانتوا خسرانين؟ فمش عارف، مش عايز احكي الموقف ده والله، بس هو زمانه بيتفرج على الفيديو، فمش عارف اقول لك ايه والله، معلش احنا بيب بس ان شاء الله تشوفنا في كاس العالم للانديه. ني السلام عليكم.